ترفعت المنتظر للنور عثير الدين بصر يا يوسف عود ارجع يا مرور. مسند الإمام أحمد بن حنبل المحقق شعيب الأرناؤوطي وعادل مرشد، طبعة مؤسسة الرسالة. الجزء 20. صفحة 66. عن أنس بن مالك أنه قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك ونحن 40 رجلا من الأنصار ليفرض لنا، فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظهر ركعتين، ثم سلم ودخل فسطاطه، وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين. فقال: قبح الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة. فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما. صفحة 67. يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. الهامش: قال العلامة شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. المؤلف ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، دراسة وتحقيق، معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الجزء 5. صفحة 264. عن أنس قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك ونحن 40 رجلا من الأنصار ليفرض لنا، فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظهر ركعتين، ثم سلم ودخل فسطاطه، وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين. فقال: قبح الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة. فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. إسناده حسن. الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه. المؤلف أبو أحمد محمد عبد الله الأعظمي المعروف بالضياء. الجزء 3. الناشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. صفحة 353. عن أنس بن مالك أنه قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبد الملك ونحن 40 رجلا من الأنصار ليفرض لنا، فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظهر ركعتين، ثم سلم ودخل فسطاطه، وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين. فقال: قبح الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة. فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. إسناده حسن.